Iya. Iya, kayaknya aku itu kan baru konsolidasi. Baru konsolidasi. Aku lah siap gimana? Ini, betul. Nanti nih, nggak sini apa nggak sana? Mana loh? Masalahnya nih, yang direkam itu apa sih? Ini kayak apa? Ini sama beberapa rasanya mati nih kalau mati masuk di jalan kemarin
mainan kan nyawa kan untuk ini kan ini kalau kamu punya memang ya saya apa ini itu dikubur itu langsung sini apa ini dia lah apa
وما سبحانه سبحانه وبحمده وما سيدنا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك من نواسبا ورحمة سيدنا ورحمة الله وبركاته مهديا كريم الأحمد سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد الله وأزواجه بلادنا من بيته من أزواج آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأمثلة وبشر الصالحات أجمعين وجميع ذلك الصالحين منهم سيدنا محمد رحمة النساء سيدنا علي بن أبي خير الجزاء وسيدنا بن محمد أنصار بن سادة من أبي أبي علي وسلمه ثم إلى رؤوس الأمثال والأشرار والأشجار والدليل وسلمه منهم جدول شيخ فلان الله الشيخ بكر بن المجيد سلمه ثم إلى رجل الملا الإمام أبو الإدروس ثم شكران الشيخ علي بن شكران بن الإمام أحمد شهاد الأكبر وأصول وكلية ثم إلى الإمام فصل الجيش نبت المسائل وأصول وكلية كما أحمد محمد عبد الرشيد وفيه إمام عبد الرحمن محمد عبد الإمام به ثم إلى الإمام محمد عبد الرشيد ومسجد المسجد بن العباس الإمام عبد الرحمن عبد الرشيد بن عبد الله الزكري ثم إلى الإمام الشاعر والاستغفار والبلاد رضي الله عنه محمد حمدان ورسوله وكليه ثم رضي الله عنه جل وعلا ما إلى أن أنبياء من أبي حمد الحمد وإلى القرآن في الدنيا وفي الدنيا ثم إلى هذا من القرآن من أبي
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله. يا ربي يا خير معتي، الله الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. يا ربي يا خير معتي، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتحالي شاهد لي فافتكاري. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله. يا ربي يا خير معتي، فرحا مسيري أدعو يا سري وعسري. أنا عبد صار فخري، لمن فكري واغتراري. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله. يا ربي يا خير معتي، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتحالي شاهد لي بافتكاري. الله يا ربي يا خير
أدر ذكر من أهوى فلو بمنامي فإن أحاديث الحبيب مدامي أدر ذكر من أهوى فلو بمنامي فإن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سمعي من أحبه وإن بطيف منامي لا بطيف منامي كأن عذولي بالوصال مباشر وإن كنت لم أطمع برد سلامي بروحي يا روحي أفنيت روحي بحبها فهان حمامي قبل يوم الحمام خير البرية نظر
روح نبينا محمد علينا ويبارك فينا وفي بناتنا وفي ديارنا وعارضنا وبلداننا وزماننا وعلى زماننا ويجعل لنا ولهم نصيبا وافيا من رسله ومن استطاع ومن سواه من خلقه بإيمانه وتحية له وتعظيما له وتسلية منه مما جاء به ويقين مما على وإساءة بذنبه وولاء له ورغبة من إجباره ورغبته صلى الله عليه وسلم وشوقا إليه وأن يغفر ربنا من كل تلك الفوائد والمنن ويسر لنا عشان الشرك والمنن ويجعلنا من المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم ثابتا على ذريته ثابتا على منهاج أموال ويأمنا به من الآفات ويبارك كل بركته ويجعلنا وإياكم في خياره فقره في عادة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وقضى عليها علما وبسط له من فائض المنة ما جرت به بأجداره الإسماء فأرسل إليهم أشرف خلقه وأعجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة ظهرت في هيكل محمود قد عثرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بجراس التكريم اللهم صل وسلم وصلاتي وتسليم محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى الورى بانتشار فضله في القريب والشافع فله الحمد الذي لا تنحص أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تكرار حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثبات وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سجن اتصل به قلب منيب إلا من سوى بفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور تعالى بحبيب الأمل أمام الأوان كل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة فترقى في الحب على مقام وتناهى في مجده وتعالى نهضت العيون في مجدنا مباشرا كاملا يثير الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعجب معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والنور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم أشرفنا آياته في الدنيا
فمن فاته هذه البشارة أتركها بقلب سليم فقده إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تسكت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتسليم شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونقله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأتباعها وأزكى التحيات وأنواعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في سلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكمال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتبيعوا تجار الكرم الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم الكريم بظهور أسرار التحصيل للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فاظهر مقبل التصوير بالآية الكلة الكبير عن جمال المسحور بالعين حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون فما من شرب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. وهو القمر التم الذي يتنقل في بروده ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه. وقد قضت الأقدار العزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. فكان مستقره في الأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأبطار ظهوره وبهر. وتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرجم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف.
كانت الألسن لا تفي بأسر إنشاء أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فعنا تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تنفيذ ما حفظته من سير أشراف المحلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أعمى العالمين. وبقيت رايته في القوم منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجب الشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله يرحم به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وأجمل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا
للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه بهدائه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بعد. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. واستودعت هذا النور المبين أسباب وبطون من شرفته من العالمين. وتنقل هذا النبي من ذل آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته إلى العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم عليه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى فتنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الترقي وسوقها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه على أن ولا إللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت خروجه إلى عالم شهادته تنقسم على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على آله. وكنت عارفا فيه هذه ضرة مكنونة والجوهرة الموصونة والقلب القدس يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور الشرق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزي متشوقة إلى انتقال جواهر بروزي. بدر قريش نطق بفصل النكارى معلنة بكمال البشارى. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام البركات والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متفقة به الفرح لقد أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والشهور. فأزهره الله في الوجود بعد التكريم وبسطه في العالم الكبير بعد التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم
حين قربا وفي هذا الحديث أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزل وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة من يهدر عند وجهه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على هدور حدود هذا الموت فانفلق صبح الكمال من النور عن أمون وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود
رضي الله عنها رسول الله
فأطاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض جسور الروم. قالت ثم ألبسته وأرجعته ولم أخشى أن غشيتني ظلمة ورعبا ومشعرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب فأسفر ذلك عني. ثم عاودت الرعب والظلمة والمشعرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ارتفعه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وظاهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتاب به بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين علما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المعتري على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليمين والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأدوياء من البرية. ومن نشر به تحقرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو قد لك عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في حمده ومكانه. أوصاف عند قد على مجدها أخذت على نجم السحاب عنانه. وقد انبسط القلم في تلوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنك الأبلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكبير. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى وسلم وبارك وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الحبايب والأساتذة والحاضرين rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati milad Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-6 daripada rangkaian Masjid Maulid Nabawi, kita berada di mana Allah, yaitu di Masjid Al-Arifin. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian yang ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Seperti mana biasa lanjutkan kepada kita yaitu Ma'idatul Hasanah. Kami akan minta berlakunya Maulid malam-malam berikutnya, malam besok, malam Sabtu tanggal 7 Rabiul Awal. Ingatan Maulid akan diadakan di Masjid Tauhid bertempat di Jalan Mahafidi Komplek Asatulis Kadioni. Dan pada malam Ahad, malam ke-8, ingatan Maulid akan diadakan di Masjid Riyadul Jannah Al-Tiarah, Jalan Ayer Bukan. Dan pada malam Senin tanggal 9 Rabiul Awal, ingatan Maulid akan diadakan di Masjid Darussalam bertempat di Lorong Purwo, Jalan Takwa Mata Merah. Dan untuk besok ingatan Maulid pada pagi hari, yaitu ingatan Maulid akan diadakan di Yayasan Pendidikan Gambia, Jalan Ali Zakir, Lorong Muaro, dimulai jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan sore harinya peringatan Maulid akan diadakan di markas FPI di Jalan Tempat Indonesia Lorong Buka. Biarlah undangan untuk malam hari ini, Muhammadiyah dan rencana pada malam hari ini dan sampaikan oleh Bapak Ustaz Habib Muhammad Ma'abud Ta'ala Hibah Jalaluddin. Allah ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam. Yang mana nikmatul iman wal Islam ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan agung Nabi besar kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, bisa hadir dalam pelaksanaan Maulid Arba'in, yang mana pada malam hari ini malam ke-6 daripada rangkaian Maulid Arba'in. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini bertepatan dengan malam Jumat, yang mana di malam Jumat ini diharuskan bagi kita umat Islam memperbanyak bersalawat kepada junjungan agung Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di dalam masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Al-Faqih
mengingatkan diri Al-Faqih dan antum sekalian, mungkin sebagian dari kita belum melakukan niat i'tikaf di masjid ini. Sangat disayangkan kalau kita berada dari jam 8 tadi sampai dengan saat ini belum niat i'tikaf. Karena daripada i'tikaf itu banyak sekali faedah-faedah. Alhamdulillah pada malam hari ini Al-Faqih ingin menyampaikan sedikit daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang daripada tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta yang pertama adalah sering-sering menyebut namanya. Karena man ahabba syai'an akthara min dzikri. Barang siapa yang mencintai akan sesuatu, maka pasti dia akan selalu dan kontinu menyebut-nyebutnya. Pada malam hari ini, di malam Jumat, alhamdulillah kita masih Allah berikan kemudahan untuk kita selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Siapa yang menyuruh kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk sering-sering bersalawat kepada Nabi. Daripada tanda cinta kepada Nabi, sering-sering bersalawat. Terutama di malam Jumat ini. Kalau biasanya kita bersalawat kepada Nabi hanya 100 kali, di malam Jumat ini kalau bisa 1000 kali. Niatkan dalam hati masing-masing. Terus daripada tanda cinta kata Nabi adalah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, man ahabba an-nabiyya aktsara min as-salah alaihi wa samratuhu al-wusul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, barang siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbanyaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Samratuhu al-wusul ila syafaati. Faedahnya kita bakal mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahbatihi fil jannah. Dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Semuanya kepengen masuk surga bersama Nabi. Kalau pengen masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu basahi lidah kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus daripada tanda cinta yang kedua adalah selalu mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintaiku, maka barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku,
maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengikuti Nabi? Cara kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian putih, bergamis, bersorban, semua adalah sunnah-sunnah Nabi. Memakai siwak termasuk daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pada akhir zaman ini banyak sekali daripada kita meninggalkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Terlebih-lebih ada sebagian dari kita malah mereka mengedit-edit, mengolok-olok daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadu billah min dzalik. Termasuk daripada sunnahnya Nabi adalah menghidupkan daripada masjid-masjidnya Allah. Ini masjid, di masjid ini di setiap waktunya, di setiap waktu sholatnya dilaksanakan sholat berjamaah. Bagi kita yang masih sering bolong-bolong sholat berjamaahnya, berniat dari kita hadir sekarang ini sampai akhir hayat nanti tidak mau meninggalkan daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus daripada tanda cinta Sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah menjaga daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga daripada warisan-warisan Nabi. Talaqtu fi mustaqbalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Bagaimana yang sama-sama kita dengar semalam, banyak daripada kita ini lalai, banyak main HP-nya. Kita zaman hari ini banyak main HP daripada buka Quran. Introspeksi diri masing-masing, jangan menunjuk kanan kiri. Kita akhir zaman ini banyak daripada kita jarang sekali membuka Al-Quran. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum mustaqbalin," kata Nabi. Dua yang Nabi tinggalkan. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah yakni Al-Quran. Kita banyak curhat di sana sini, di medsos sana di medsos sini kita curhat, tapi sama Allah kita tidak pernah curhat. Baca Quran itu salah satu munajat kita sama Allah, curhatnya kita sama Allah. Kita sekarang ini hadir di majlis ini, kita sedang ilmu yang kita dapat, kita amalkan. Jangan setelah balik dari majlis, balik lagi. Sudah 6 malam kita lalui. 6 malam kita lalui majlis maulid ini. Apa baik faedah-faedah yang sudah kita dapatkan? Apakah selama 6 malam ini yang tadinya sebelum masuk bulan maulid dan pernah megang Quran, jarang megang Quran. Ketika masuk bulan maulid ini masih kayak itulah juga. Nah, hati-hati kita ini masih keras. Hati kita ini masih keras. Salawat kepada Nabi termasuk daripada melembutkan hati. Sudah 6 malam kita bersalawat kepada Nabi, tapi masih keras juga hati ini. Waliyadzubillah. Niatkan pada malam hari ini, dimulai malam hari ini kita niatkan, ya Allah, aku berniat mulai malam hari ini
siang dulu, selembar dulu. Setiap harinya selembar dulu waktu baca Quran. Setiap hari selembar. Setiap subuh, habis salat subuh baca Quran selembar. Oke, lama-lama meningkat 2 lembar, 3 lembar, 1 juz. Sampai kalau bisa dalam pada subuh sampai isya 30 juz. Bisa tak? Bisa. Para wali-wali terdahulu mereka mengatakan 4 kali dalam semalam, 4 kali di siang hari. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita belum pernah memulai. Coba kita mulai selembar demi selembar, insya Allah waktu kita baca 30 juz dalam sejam, insya Allah bisa kita baca. Munajat sama Allah beda munajat sama manusia. Munajat sama Allah, mintanya sama Allah, sudah pasti Allah lanjut. Sudah pasti apa yang kita minta Allah lanjut. Kalau munajatnya sama manusia, belum tentu dapat. Karena kata mungkin. Terus yang kedua, daripada yang ditinggalkan oleh Rasul SAW, beliau sunnati, kata Nabi. Sunnahku. Ya, contoh-contoh sunnah banyak. Bersorban, kaki imamah, bersiwak, masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keluar dari masjid kaki kiri. Sunnah Nabi. Semuanya itu kita lakukan harus dengan niat. Segala sesuatu yang tak dilandasi dengan niat tidak sah. Sholat tak pakai niat, langsung ya Allahu Akbar. Salah salahnya. Tidak sah. Nah itu juga amal-amal sunnah. Nah itu juga amal-amal mubah ataupun meninggalkan sesuatu yang haram. Harus kita pakai niat. Apa niat kita ada di majlis ini. Apa niat kita mendatangi majlis ini. Harus pakai niat. Jangan suka dua niatnya. Setiap hari harus bertambah niatnya. 40 malam bakal kita lalui. Dari malam pertama dapat 10 niat. Malam kedua harus nambah. Itu sampai 40 malam baru besok ratusan niat kita niatkan di setiap hari. Tambah jauh perjalanannya, tambah banyak niat. Dan Nabi SAW dalam tadi pesan oleh Kitabullah wa sunnah. Dan ada juga di dalam hadis yang lain, di riwayat lain, Rasul mengatakan taraktu fiikum mustaqbalin tamassaktum bihi ma lam tajidu abada. Kitabullah wa itrati ahla baiti. Al-Quran dan anak keturunanku, kata Rasul SAW. Yang harus kita jaga anak keturunan Rasul SAW. Mungkin untuk penutup Al-Fakir menunjuk 2 tip agar kita sama-sama keluar daripada majelis Arba'in ini, menyelesaikan majelis Arba'in ini, kita bertambah iman kita kepada Allah, bertambah erat persatuan kita sama sesama muslim. Anak bagi itu yang pertama, di setiap menghadiri acara apapun, baik itu majelis taklim, baik itu majelis maulid atau apapun acara, haruslah pakai niat. Segala gawe harus pakai niat. Nabi SAW kita meramal niat. Dapat kalau kita hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Dapat. Boleh masuk orang ini, coba cari nama niat, pasti terbaca. Pasti apa? Cuma ngamal ini sudah tuh. Masih lah itu banyak amalan-amalan yang kita lalui tanpa kita barengi dengan niat. Lewat kayak amal tadi. Saya. Yang kedua, agar sukses menghadiri acara-acara perayaan seperti ini adalah
husnuzon. Pertama dengan niat, yang kedua husnuzon, berbaik sangka kepada siapapun. Kita harus berbaik sangka, baik itu kepada alim ulama yang di depan kita ataupun sesama saudara-saudara kita yang lain yang di samping-samping kita yang di belakang kita. Harus kita husnuzon, berbaik sangka. Biar apa? Biar amalan-amalan kita, biar hadir-hadirnya kita di acara majlis tidak ada sia-sia baik. Karena ketika husnuzon itu lepas dari kita, banyak daripada penyakit hati yang masuk. Pertama dia riba, ngomong iwo. Sudah tidak husnuzon, kenapa ngomong iwo? Aku sampai udah itu hati kamu makan baik. Dia bilang, gara-gara lepas daripada husnuzon. Kalau dia husnuzon, Masya Allah, awalan lama yang hadir. Masya Allah, betul, bagus. Kalau begitu, kalau besoknya pergi ke mana itu? Mana sana juga yang hadir. Habis itu, kita tanamkan dalam diri kita husnuzon. Karena dengan husnuzon itu pasti kita dapatkan daripada kehadiran kita di sini ataupun apa yang kita dengar tadi menjadi bermanfaat. Kalau lepas dari husnuzon, yang ngoceh di depan ini, yang belakang sana mulai baik. Apa dia yang ngoceh di depan ini? Apa dia yang ngoceh di depan ini? Itu pertama kita. Yang kedua, daripada penyakit-penyakit hati yang lain. Mungkin motif ini deh. Kita resepi, kita simpan, kita amalkan di setiap hari kita. Yang pertama tadi niat, yang kedua husnuzon. Wajib. Mulai dari sini sampai nanti kita insya Allah dengan niat yang baik, dengan husnuzon yang baik sama manusia, baik kepada Allah atau kepada manusia, insya Allah kita mendapatkan samroh, mendapatkan barokah. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi yang fakir. Wa ma kuntu amamakum illa bil amal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa ma'arati min al-fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat sedikit dan dapat mengucapkan dari Ustaz Rahman Muhammad Nasir dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mujahidan rahmatillah adada ma billah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi telah kita berdoa i'tikaf dan juga membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan juga keluarga kita yang mungkin tidak sempat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendatangkan keberkatan dunia dan akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Yang belum bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan nasihat Al-Habib Naufal bin Muhammad Ba'bud. Kita salawat dulu sama-sama. Angkat suara, jangan malu-malu. InsyaAllah salawat kita bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu-malu bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini kita bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Rabbi salli wa sallim. Mudah-mudahan kita yang banyak dosa ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dari segi pantas atau tidaknya mungkin kita tidak pantas untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Akan tetapi rahmat Allah sangat luas. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa dengan kita. Kalau untuk kemampuan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak dosa, banyak lalai, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lalaikan, bahkan kewajiban kita lalaikan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dengan kita. Kita berlari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita baik. Maka husnuzon dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini di lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, seluruh kita tidak akan terhijab dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berkat kebersamaan kita, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah di malam ini kita bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita banyak dosa, insyaallah dengan perkumpulan kita, dengan banyaknya para habaib, para asatidz yang hadir di depan, insyaallah berkat mereka kita mendapatkan rahmat Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di alam barzakh dan setelah akhirat kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih segenap yang membantu acara ini, terutama keluarga besar almarhum Haji Arifin bin Haji Nawawi yang mewakafkan masjid ini, dan beliau adalah luar biasa sukses di dalam kehidupan yang bisa mengalir pahalanya setelah beliau wafat. Beliau mendirikan masjid kepada Indonesia semasa hidup beliau. Ada masjid alhamdulillah beliau mengalir terus pahalanya kepada beliau yang kita sholat baca Quran, sholat. Nah kita kalau kita pikirkan kita ini akan juga meninggalkan untuk kehidupan yang akan datang. Kita bakalan meninggal, kita bakalan menemui ajal kita pasti. Masih tak pahala mengalir kepada kita pada saat kita meninggalkan. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW bagaimana? Tadi beliau menceritakan Habib Naufal bin Muhammad Ba'bud menceritakan tentang kita bagaimana kita mengikat diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah ikatan kita ini sudah ada, yaitu kita umat Nabi SAW. Tanpa ikat ini jangan sampai lepas. Itu mengerjakan sunnah, salawat kepada Nabi SAW, menghidupkan sunnah. Itu adalah cara kita mengikat diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah sahabat yang mereka dengan hartanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina
Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan dengan harta, dengan mahabbahnya kepada Nabi SAW, berikat dengan Nabi SAW, luar biasa mereka masuk surga, bahkan sebelum wafat sudah dijamin Nabi SAW menikah dengan Nabi SAW. Ada sahabat yang mungkin tidak punya harta, dia mampu dengan tenaga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana dia cara mengikat kepada Nabi SAW? Beliau pegang sendal Nabi SAW. Beliau siapkan air wudhu Nabi SAW. Beliau siapkan siwak Nabi SAW biar bersama Nabi SAW mengikat. Orang yang terikat dengan Nabi SAW jangankan umat Nabi SAW, berarti sendal Nabi SAW menjadi mulia. Juga ingat peristiwa selangaran Nabi SAW, bagaimana sendalnya Nabi SAW dipakai Nabi ketika berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi SAW, taqaddam ya Rasulullah, maju ya Rasulullah. Hal ini idza taqaddam isma'ar. Malaikat ini menyatakan kalau aku maju aku akan terbakar. Ini malaikat dari cahaya. Ketika maju akan terbakar. Luar biasa. Cahaya yang bisa membakar malaikat Jibril. Tapi sendal yang dipakai Nabi SAW tidak terbakar. Baju yang dipakai Nabi SAW tidak terbakar. Kenapa? Melekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sesuatu yang melekat dengan Nabi Muhammad SAW tidak akan terbakar dengan api neraka. Bahkan orang yang banyak cahaya diikatnya dengan Nabi SAW, jangankan bila masuk neraka, neraka takut dengan mereka karena dipenuhi cahaya Nabi SAW. Aku seorang umat Nabi SAW ketika melalui sirat jembatan, apa yang dikatakan pada saat itu? Neraka umumnya, neraka jahanam pada saat orang yang akan melalui sirat. Neraka yang takut kepada orang tersebut umat Nabi SAW. Nyatakan juz yang mukmin fa inna nuraka tutfi'ul hati. Cepatlah wahai orang mukmin, sesungguhnya cahaya yang bisa memadamkan hati. Ya, bagaimana orang yang memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ikatan yang dia terlepas dari kita. Di malam hari ini dosa-dosa kita banyak, kita sadari, kita akui, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih yang membantu acara ini tidak lain. Kita bukan minta balasan dari orang, tidak bukan minta kita terima kasih dari orang, kita minta kepada Nabi Muhammad SAW. Balasan dari Nabi Muhammad SAW insya Allah akan lebih besar yang akan kita harapkan kelak di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Dan yang kami siapkan sedikit, yang kami siapkan ini mudah-mudahan mencukupi. Mudah-mudahan ala kadar yang kami siapkan mencukupi yang hadir di tempat ini insya Allah. Sedikit insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Makanan yang sudah masuk di tempat lingkungan, di tempat curahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, makanan itu menjadi barokah. Makanan salawat kepada Nabi SAW menjadi barokah. Kalau tadi sendalnya Nabi SAW, baju Nabi SAW, sekarang kita insya Allah makan makanan yang mana kita telah salawat di makanan tersebut, masuk di dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah barokah. Pasang niat yang baik ketika kita makan, pasang niat dengan sunnah Nabi SAW kita makan, insya Allah barokah. Jadi darah Nabi menjadi cahaya di dalam badan kita dan insya Allah mengalir di keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan oleh Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. ولما نظم الحكم إلى صحابة المحمدية وقودا توجهت إلى الله توسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعلي فيه محمودا وأن يتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الغافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على القدرات الكاملة بصبر أمانتك وحبيب سرك
وحامل راية دعوتك الشاملة الذين كبر المحبوب لك المؤسس بالشرف الأوخر في كل موطن من مواطن الغرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسك كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن رعايتك وأن تبلغنا من شر القلوب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا وتحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تكامل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وأمع ببركته وشريفه بجهته أولادنا ووالدينا وأهل فطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وجماعة القول بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مع أنها سورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين وستر على أولاد الحق في جميع النواحي والأرض وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالاسم الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالاسم الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجعلنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بجد الصفاء الموصولة ولمن أوصانا بالبنياء والفاتحة بالصفاء الموصولة من أوصال الدعاء
صلى يا شيخ سبحانه لا يغادر سقما ولا ألما على هذه كما الإسلام وصلى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا خصوصا لأن بنت عبد الملك وسيد حسين بن علي يحيى شريف نور بنت عبد الرحمن بن إسحاق صلى أشياءهم شفاعا عادلا لا يغادر سقما ولا ألما على هذه كما الإسلام وصلى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل حسن يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذاء الأهل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمن بها عليهم بشفاء وتزيل بها عن أبداننا الأبدان من كل داء وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الفرد بسم الله المرد بسم الله الفرد بسم الله الشافي بسم الله الآبي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفع الشافي وآتنا المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا علما يكاد يوائس فينا واشفهم يا كافي يا وادي يا حميد يا مجيد ارفع عنهم كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العليم بجاه نبيك محمد صلى الله على اله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sambil menunggu menghidangkan satu alat dua empat kita baca di Fatihah untuk anak yang dibacakan. Mudah-mudahan Allah SWT akan menurut dalam taat kepada Allah SWT pada mubarak al-qurna wa tiwiti ilmu yang menguatkan kata-kata sebelum Allah pada menjadikan wabah Allah wala wassalamu ala sayyidina Muhammad dari Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kemudian saya berdoa sekarang ya Kami umumkan sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk hari besok bertempat di Majelis Tauhid di Komplek Kasapelis, Kaliani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena udah makan. Iya, lagi makan. Iya, silakan. Makan.